اعطينا اسمك يا ابو سالار، هذا ديسكوردي. ادخل انا. اصبر، اتصل لكم بسفاح. ريتما ياتي سالار، نتصل بسفاح. يا رب يجيبني سفاح، يا رب. يا رب يجيبني سفاح. اين سفاح؟ سالار 97. اصبروا بندين. الو الو. الو الو الو. اهلا بالاسطوره، اهلا بالتاريخي. هلا والله فاروق السعودي. افتح كام، افتح كام. لا انا مغربي، مغربي يا اخي، اخوك مغربي. آه. لا. افتح الكام. ايوه افتح الكام. ترى العالم يرونك الناس تريد رؤيتك. فالبت الناس كله، تريد رؤيتي. البت كله متحمس لسفاح وهو ايوه. يجيبنا. لن نأخذ من انا هذه وقتك. مش مرتاح لها. والله لن نأخذ من وقتك الكثير، 10 دقائق لا لا، هو عادي، بس يعني مش مرتاح لها ذي الفانز. لا. لحظات طيب. لما لست مرتاح يا أخي؟ ترى نحبك يا أخي. لا، فيها شيء والله يا فاروق 100%. والله لا يوجد فيها شيء، والله لا يوجد فيها شيء. ها أنا واضح، أنا فاتح الكاميرا عادي. آه. آه. ماذا طيب، فيها يا أخي؟ لحظات بس. لما لا تثق في أخوك أنا؟ لا، أنا أثق فيك بس ما أثق بالفانز. لا والله أنهم يحبونك. أنت من الناس الكثيرة التي يحبونها، يعني الكل. متأكد يا فاروق؟ والله الكل متحمس لوجودك. أكذب عليك يا سفاح؟ أكذب عليك؟ آه. أنت طيب بالنسبة خليني أشغل. أنت بالنسبة لنا يا سفاح، أيوه. كيف أشرح لك؟ أيوه. أنت ما راح أزعل، قولها. قدوة، قدوة قدوة قدوة، نتعلم لا منك. لا 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 لا. والله نتعلم منك. تحرجنا يا فاروق. تحرجنا يا فاروق. أتحدث معك بجد يا سفاح. نعتبرك أحسن صانع محتوى أنمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ها. ومين كان يقول آراء مؤخراتية وآراء؟ هو آراؤك زبالة، ولكن أنت إنسان ممتع. تخيل، أنت سفاح. أنت نحبك لشخصك. أنت شخصك رائع، كشخص، كإنسان. أنت إنسان رائع، أنت إنسان رهيب. حبيب قلبي، حبيب قلبي يا فاروق، حبيب قلبي. حبيب قلبي، اعطيني بس لحظات. الان راح اشغل الكاميرا، بس ثواني. تعرف القصر عندي كبير بالله عليك سفاح، هل عندك قصر؟ انت قلت يا فاروق انني من عائله الحاكمه. لا، أعطنا العلوم، أعطنا الحصري. هل فعلا أنت من العائلة الحاكمة للزيمبابوي؟ هل عندك فعلا قصر أم أنها مجرد إشاعات؟ راح اخبرك الان، بس خلني افتح الكاميرا ثواني. لأنه أحسك غني فشخ، غير محتاج ليوتيوب، غير محتاج مال ادسنس، غير محتاج الدونيشن، ولا تهمك في شيء. أحسك فعلا اللهم لا حسد. اصبروا اصبروا، سيظهر أوسم صانع محتوى. سيظهر ويل سميث الشرق الأوسط. سيظهر توباك أمارو شاكور الشرق الأوسط. سيظهر رقم واحد سفاح، وما أدراك ما سفاح. الرجل الذي تعلمنا منه. من هو الكيال؟ من هو الكيال أمام سفاح؟ ملك الحنكة. لا هو بالفعل من هو الكيال؟ انا ما اعرفه. مين كيال؟ بالله عليك لا تعرف الأستاذ؟ لا، مين كيال؟ ما اعرفه. لا تعرف ملك النقد ومؤسس النقد والناقد الأعظم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ الناقد الاعظم اللي انا عارفه اللي هو فاروق فقط. لا 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 لا, لا تعرف الأستاذ البومة الكيال؟ بوما كيال؟ بالله عليك لا تعرف الكيال، أحمد الكيال؟ ما اعرفه والله. مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكيال، والله ما اعرفه. هذا جلد بابا بابا، اصبر اصبر اصبر. رؤوس الأموال. رؤوس الاموال. ما شاء الله ما شاء الله. سالار، ننتهي من سفاح ونحن معك.
هذا وجه بالله، وجه تحيه لهذا الرجل، هذا داعمنا دعم الارض. تحيه لك، تحيه لك يا صلاح. بالله تحيه تحية لك. للكبير صالار. ننتهي من ابو سفاح ونحن معك ابو صالار. حلوين. من هو الكيال طيب؟ ينتقد ايش بالضبط؟ الكيال هو مؤسس علم النقد. الكيال أيوة. الكيال هو اول واحد خرج بفيديو وانتقد ون بيس وانتقد اتاك اون تايتن وانتقد انميات العار. الكيال هو الرجل الذي انقذ مشاهدي الانمي واخرجهم من الظلمات الى النور. الكيال هو الرجل الذي انهى موجة التطبيل للاعمال المشهورة والمبالغ في شهرتها. معناه هو عدوي الان، ما ينفع. الك- لازم نخلي الناس في، فهمت علي؟ اسمعني، انا انزلهم تحت وانتوا تطلعوهم ليه يا فاروق؟ الكيال هو المحنك المؤسس، هو مؤسس الحنكة. بالله لا تعرف قناة كوكب باء 612؟ لا ايش ذا؟ ما اعرفه والله يا فاروق. مين باء 16؟ اسمعني، انا اعطيك محتوى لبثك القادم. حلو. تعمل رياكشن على نقد الكيال لون بيس او على نقد الكيال لاتاك اون تايتن. اوكي. والله ترى تقييماته للانميات، هل تعرف كم مقيم اتاك اون تايتن؟ لو قيمه اقل من 9 من 10 ما يفهم. لا، اعطاه 4.22 من 10. 4 فاصلة كم؟ 22. 22. خيب ظني. وون لو قيمه فاصلة 23 كان افضل. بيس كم تقييم الكيال لون بيس؟ 3.25. 501. هو يا والله. ليه طيب 0.1 يعني؟ ليه ما خلاها 5؟ هذه الدقة النقدية، هذا شيء أنت لن تفهمه. بالله عليك اسمعني، ترى أنا لا أمزح، الرجل محتواه رهيب. أنا أريد أن أرى ردة فعلك تجاه قناته، يعني تشاهد له فيديو وتتابع فيديو بأكمله، حتى متابعوك سيرغبون بذلك. هل تعرف ماهر الموصلي؟ تعرف ماهر الموصلي؟ اي ماهر، ايوه ماهر اعرفه. ماهر الموصلي لا يسوى 10% من قدرات الأعظم الكيال. مين هذا؟ مين؟ لحظة انا لازم ابحث عنه. تعرف راكان إيش الشايع؟ اسمه؟ ايوه. راكان الشايع لا يسوى في مسيرته بأكملها دقيقة من دقائق فيديوهات الكيال. لحظة ايش اسمه؟ الكيال بي لا، بي اكتب 16؟ بلانيت بي 612. قناة عظيمة، قناة كنز. بي 612. أيوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. مين ذا؟ هذا لا. لحظة الان فتحت لك شير. ها ترى تعرف كوريجي نت بلس؟ ايوه. الكيال هو الذي أنهى مسيرته، من بعدها اعتزل محتوى الأنمي. مستحيل. أقسم لك بالله العلي العظيم، والله أنهى توقف بسببه. أيوة، أنهى مسيرته. عنده فيديو اسمه هجوم قناة كوكب باء. هذا يعتبر أعظم فيديو في تاريخ اليوتيوب، في يوتيوب الأنمي. الكيال لوحده واجه تقريبا 20 يوتيوبرز أنمي، كلهم كانوا ضده ينعتون بالمحنك. أنهى مسيرتهم. بالله عليك لا تعرف هذه القناة مدرسة. هذه القناة يجب أن تدفع يا سفاح لكي تشاهد فيديوهاتها. اوكي اكتب كوريجي. لا، اكتب هجوم قناة باء. أيوة، الفيديو الثالث الذي الخلفية بالأسود، هذا فوق اصعد. الفيديو الأول هذا كوكب باء. هذا فيديو للتاريخ. هذا فيديو من هذا قمة الجلد. بومة ماسكة قلم. أيوة، هذا رمزه. البومة دلالة على الحكمة. ايش هذا؟ انماط اعتداءات مستمرة على القناة، عدوان يومي. رقم 7. اسمع الأسلوب الراقي. من المعتدين بمطالبة يوتيوب. اسمع سفاح، أخاف أن يجيب عليك. سفاح، أخاف أن يضع عليك فيديو ساعة وينهي مسيرتك مثل ما أنهى مسيرة كوريجي.
لن يستطيع. لا والله لن يستطيع. يستطيع هذه البومة. يا رجل هدي تراك تتحدث عن الأستاذ وبعمر أبيك. هدي هذا الرجل والله. بالله اسمعني سفاح، بالله عليك شاهد آه. فيديوهاته أمام بثك المباشر وتعلم. 2:46 دقيقة يرد على يوتيوبرز. وهذا أمتع فيديو رد على يوتيوبرز. 3 ساعات. فيلم انترستيلر ما وصل 3 ساعات. يا رجل هذه محاضرة جامعية. الأخ اسمعني يا سفاح، أنت الذي لا تفهمه هو الأخ محاضر جامعي، الأخ خريج طيب. إعلام في جامعة داربي. الفيديوهات التي يقوم بها هو تحليل نقدي وتحليل أكاديمي، كأنك تشاهد محاضرة جامعية. هذا هو أستاذ كل اليوتيوبرز. بالله عليك والله شيء ليس غريب أنك لا أستاذ. تعرفه. سيصير أستاذك إذا تابعته. هل تعرف وليد 2:46 دقيقة. هل تعرف وليد كيزانوفا؟ ايوه، وين اختفى؟ شاهد الكيال فتأثر به ففتح قناة للنقد يقلده فيها. من شدة تخيل، من شدة تأثره كانت تأتي آلاف الدولارات، فأغلق قناته بأكملها وتعلم من عمه الكيال. الرد على قادة الطرف المعارض، التحليل النفسي. أيوة. تخيل لي أن تحلل النفسيات أعدائك. ايش هذا؟ الرد الأخلاقي من نفسي. يا رجل أقول لك محاضرة جامعية. والفني. محاضرة. رد فني. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله جاهل لا. سفاح. او الرد العقلي. رد عقلي نفسي فني سفاح اخلاقي. سفاح هذا ايش قاعد يسوي؟ اسمعني. ها. حتى بالضحك الرجل بكبر أبيك، الرجل مقامه أعلى مني ومنك، إعلامي، الرجل محاضر جامعي. شاهد قناته، اسمعني، شاهد قناته. المشكلة يا أخي الآي كيو عندك متدني، لن تفهم ما يقول ولن تفهم الطرح الذي يقوم به. لا فاروق، ترى انا سويت اي كيو تيست. كم نتيجتك؟ بلا كم نتيجتك؟ الصراحة ما اتذكر كم بالضبط، بس كان ممكن 86 ممكن. 80 الموقع قال. اسمعني. ايوه، الموقع قال لي بنانا ذكائي خارق، ترى- يعني مش خارق، عالي جدا. ترى 80% أصحاب متلازمة داون. لا لا أتحدث معك بجدية، يعني 80% من عندهم داون. الصراحة لا لحظة. خلينا نتذكر كم كانت النتيجة. لما 84. يعني بينك وبين داون تكة. بينك أعطيني الرابط بالله، أعطيني الرابط أقوم بالاختبار. والله لازم تسوي الاختبار ذا يا أرسل لي الرابط. يا فاروق، لازم تسوي الاختبار ذا. أرسل لحظة، ها، لي شايف؟ أرسل لي الرابط. شايف؟ يلا راح ارسل لك الان، مكتوب من ذكاء من 84 الى 104، معدل ذكاء مرتفع. أرسل لي الرابط. ذكاء مرتفع يا فاروق. ذكائي متيقن بانه اعلى من كوكب بي 16 و20. أعطيني الرابط وأنا أتحداك الآن أن مستوى ذكائي سيكون أعلى منك. أعطيني الرابط. متاكد؟ متأكد 1000%. اوكي. تعال أرسل لي الرابط. امامي يا فاروق، امام الجميع، أمام العالم، أمام العلن. امام العالم الان. اختبر 20 دقيقة، هو 20 سؤال بس في 20 دقيقة. 20 سؤال في 20 دقيقة. نعم. اصبر أغلق الكاميرا لكي ها. أو يلا أغير اغلق الكاميرا. حلوين. انا الان بكون في بثك وراح تم أشوف. تم. يلا ها، خليني نشوف. أيوة. تخيلوا سفاح يكون أذكى مني.